السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هعمل لكم صينية مسقعة تحفة وجميلة بجميع الخضروات. فمعانا اول حاجة بقى اللي هو الطبق الرئيسي بتاع المسقعة البتنجان. فالبتنجان ده لازم نرش عليه شوية ملح ابيض قبل ما نحمره، يقعد حوالي 5 دقايق كده. ومعانا بقى الفلفل الاخضر، جميع الالوان بقى بتاعت الفلفل انا جايباها، فلفل اخضر وبطاطس مقطعه شرائح رفيعه، ومعانا البصل والفلفل الاحمر وفلفل حراق وجزر وفلفل اصفر، والجديد بقى الحمص الشام ومعلقه توم. فكل المكونات دي هتعمل لنا احلى طبق مسقعه او احلى صينيه مسقعه. فمعانا الصلصه بتاعتنا برضو الجميله، 4 معالق صلصه، ومعانا ملح وكمون، ومعانا كزبره والبهارات اهي اللي انا عاملاها في البيت، ومعلقه بابريكا. ومعانا بقى جبنه موتزاريلا، دي هرشها فوق الصينيه بعد ما تتعمل ان شاء الله وتتحط في الفرن. فاول حاجه بقى هنقلي البطاطس الاول وبعد كده نقلي البتنجان. طاسه اهي على النار فيها الزيت يكون قدح شويه، هحط بقى البطاطس معاكم احمرها، وبعد ما احمرها احمر البتنجان. حمرنا البطاطس، هنحمر البتنجان لازم الزيت يبقى مقدوح خالص. بصوا كده، نستنى شويه عليه عشان ما يشربش زيت، ونحط التانية برضه. وبعد ما احمره هنطلعه واوريها لكم بقى وارصه في الصينيه. رصينا البطاطس اهي في الصينيه بعد ما اتحمرت، وهنرص البتنجان بتاعنا، وبعد كده الفلفل، وبعد كده الجزر، وبعد كده الحمص. هوريه لكم بعد ما ارصها. الصلصه بقى بتاعت المسقعه، فحطينا البصلايه الكبيره اللي انا مقطعاها طرنشات مع معلقه الثوم مع حبه زيت، وهنشوح دول كلهم في بعض تشويحه بسيطه، وبعد كده احط التوابل والصلصه بتاعتنا دبلت اهي. هنحط عليها بقى كل التوابل بتاعتنا، كل التوابل الحلوه دي هنحطها، ونقلب برضو تقليبه كده جميله. واخد بقى الصلصه بتاعتي واحطها، كل ده يغلي في بعض عشان مش عايزين حاجه مسبكه، احنا عايزين ناكل مسقعه خفيفه. فانا مش عايزه الصلصه متسبكه، انا عايزاها برضو زي ني كده. وهحط بقى حوالي نص كوبايه ميه عليها تغلي غلوتين كده، وهي دي بقى اللي هرشها فوق المسقعه. بعد بقى ما رصيناها كده زي ما انتم شايفين، وكل واحد بقى وذوقه في رص صينيه المسقعه، هنجيب الصلصه اللي احنا عملناها بالبصل. بصوا برضو البصل زي ما انتم شايفين متقطع حلقات، احنا مش عايزين يعني صلصه كتير فيها. وبعد كده هنحطها في الفرن، وبعد ما نحطها في الفرن هنحط بقى الجبنه الموتزاريلا لما نقرب نخلي وشها يحمر، وانا هحطها في الفرن معاكم. بعد ما طلعناها من الفرن واستوت اهي، هنرش عليها بقى الجبنه الموتزاريلا ونحطها تحت الشوايه مفيش دقيقتين 2. بصوا هتاكلوا احلى مسقعه بالحمص وبالخضار الجميل اللي انا حطاه وبالجبنه الموتزاريلا كمان، وان شاء الله هتعجبكم باذن الله. هحطها بقى تحت الشوايه. وطلعت صينيه المسقعه اهي من تحت الشوايه بعد ما الجبنه الموتزاريلا ساحت. هتاكلوا احلى صينيه مسقعه بالحمص والجبنه الموتزاريلا وبكل الفلفل والخضروات اللي انا حطاها عليها. حاجه جديده بقى ومنوعه. وان شاء الله لو عجبتكم الوصفه تعملوا لي اعجاب على الصفحه وتشتركوا في القناه عشان ان شاء الله يجيلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.